السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحاج حمادة هلال غنى دايما دموع دموع دموع، وأنا من واقع تجربتي كأم لطفل بسم الله ما شاء الله في سنة رابعة ابتدائي، فأحب أهدي أغنية دايما امتحانات امتحانات امتحانات. في ايه في ايه؟ ارجع يا طقطق، ارجع، احنا محتاجينك، ارجع، خلصنا من الراجل ده. هو لقد كان عاما مليئا. يا لهوي، امتحان بكره، امتحانات تاني ليه؟ ما همه امتحان ايه احنا قاعدين لكم على الطواله؟ احنا ايه يا خلق الله؟ ايه ادونا نرتاح شويه نتنفس الصعداء. حسبي الله ونعم الوكيل في التعليم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طقطق، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رضا جه يا ام رضا، حسبي الله ونعم الوكيل في التعليم كله تما، حسبي الله ونعم الوكيل سلام مخصوص كده وحسبانه مخصوصه لسنه رابعه لوحدها. ايه جدتي مش قادره، دم بقى كله ملازم يا عم الشيخ عثمان. كفايه بقى مهام ادائيه، وكفايه امتحانات، وكفايه. لا، دم بقى كله ملازم يا عم الشيخ امتحان. خلاص بقيت شايفه الناس امتحانات كده. هو بس يلا ان شاء الله نخلص باذن الله باذن الله، وهسمعها بودني ده. هي اللي عايزه تاكلها الدود ان شاء الله. ام العريس تتفضل معانا على الاستيج. اقوم انا بقى كده وانا شايله شنطتي على ايديا كده ها، وعماله بقى ماشيه كتف العروسه، وقايمه ارقص مع ابني على الاستيج. هقعد وهريح؟ مش هقعد وهريح، هيدخلوا عليا باحفادي. طب ايه بقى، انا لازم ارتاح دلوقتي. اعمل ايه؟ ان شاء الله يا رب بلغنا اجازه اخر السنه يا رب ان شاء الله. واقعد ولو شفتي لمحت كتاب كده هو قدام، حتى لو كان كتاب حياتي يا عم شفت زيه كتاب، مش عايزه اشوف اي كتب قدامي. بس بقى يا جماعه، علشان الموضوع اللي انا عايزاكم فيه اكبر بكتير من امتحانات سنه رابعه، لان الطعنه لما بتجيلك من أقرب الناس بتبقى أصعب طعنة أنت ممكن تمر بيها. لما تبقى عايش مع إنسان تحت سقف بيت واحد وتتخدع فيه بعد كل سنوات هذا العمر، تستحمل معاه الوحش قبل المر قبل الحلو قبل كل، يعني تستحمل حاجة قبل حاجة. مش عارفة هي الحلو قبل الوحش ولا الوحش قبل الحلو. ثانية واحدة كده، تستحمل الحلو لا، الوحش قبل الحلو أكيد. ويطلع الإنسان ده بيتلاعب بيك. وأنا عرفت من هنا بقى جرايم اللي هي واحدة كانت دراع جوزها، واحدة وجوزها نايم راحت جابت فار دخلته تحت كل صباع رجله. فأنا عرفت الجرايم اللي هي بتبقى المقننة دي، أنا عرفت هي راجعة لإيه. لأن يا جماعة لما تبقى واثق في حد ثقته عمياء او لمياء او شيماء، يعني ايا مكان، وبعد كده تتخدع فيه، فبتبقى حاجه وحشه. انا هحكي لكم حكايتي، يمكن يبقى دليل قاطع الفيديو ده بعد كده لما يجوا مثلا يستجوبوني في المحكمه وكده، يقولوا انت ليه عملتي فعلتك، كلتي دراع جوزك ليه مثلا، او اي حاجه من الحاجات دي. هجيب الفيديو ده دليل وابقى انا عاملاه من بدري. ليه؟ انا انسان مسالم الى ابعد الحدود، أنا إنسان مكافح إلى أبعد الحدود، أنا إنسان ما بيقدرش يصحى بدري لأبعد الحدود ما علينا بجد. أنا إنسان يعني عندي في جسمي كرات بيضاء، كرات حمراء، والقاس بسلق. أنا مولودة كده، يعني دي غالبا طفرة أو مثلا جينات وراثية. أبويا الله يرحمه برضه كان بيحب القاس الأخضر جدا، اللي هو مثلا لو جيت خيرتني تاكل والقاس بسلق ولا محشي، لا اقول لك لا، انا هاكل والقاس بسلق عادي بمنتهى الاريحيه، وابقى من جوايا راضيه واي الله والقاس بسلق. فنيجي لموضوعنا. في اول جوازنا لما كنت حامل في الولع عماد، كان سبحان الله قرفانه من كل الاكل الا القلقاس بسلق. كانت امي بقى تيجي تعمله لي الصبح وبالليل والعصر، من ده افطر واتغدى واتعشى بيه عادي. وكان مين بقى بيشاركني هذه اللحظات القلقاسيه؟ الراجل اللي بيقول تيت، يعني ماما الله يخليها لي يا رب ان شاء الله. كنت عشان قرفانه من الاكل على طول، كانت تيجي الصبح تطبخ لي، تعمل لي الاكل اللي انا عايزاه، اقول لها مثلا عايزه اعمل كذا واكله بقى انا، عشان انا لو طبخته اقرف. فكان بيشاركني هذه اللحظات القلقاسيه الراجل اللي انا قلت ده اللي هيشيلني في الكبر والصغر.
كان بيقلقس معايا ومفيش اي مشكله. كنت بقى انا ما بفكرش اعمله في البيت. ليه؟ لان حواراته كتير. ازاي حواراته كتير؟ يعني تقوم تعمل القلقاس لوحده، يتقشر يتغسل ولا ما يتغسلش، نقعد بقى ما نغسلوش، نقعد نجيب له فوط ونمسح فيه، ونجيب فوط نضيفه ونخلص فوط الشقه كلها عليه، ونجيب فوط للقلقاس مخصوص. حواراته تعمل السلق وطشه السلق. فكنت بستكفى ان ست الحبايب يا حبيبه تعرف ان انا رايحه في اي وقت تزرع لي قلقاس يعني وتعمله لي. فكنت بستكفى بكده لحد يا جماعه غير بقى ان انا ما بقتش اعمله، ان العيال مش بتحبه. ده يقعدوا لي لا اعملي لي كذا اعملي لي كذا، فهم ما عندهمش مثلا ان ابقى عامله قلقاس مثلا شوربه سنه عصفور وملوخيه، لا لا اكل اعملي لنا اكل. فماما كنت باكله عند امي وبقى في البيت ما اعمله. لحد يا جماعه لحد امبارح الطعنه جات لي في صدري. الراجل كان بياكل معايا قلقاس في حملي، وفي ايام العاديه عند امي لما اروح يلاقي القلقاس يقعد يقلقس معايا. امبارح بقى بقول لهم جماعه انا كفايه خوف من المجتمع يا جماعه، انا هعمل بكره قلقاس ان شاء الله، بكره ان شاء الله انا قلقاس. لقيته كده بصلي بصه وفيها كده استجواب وفيها استنكار وفيها انسى الموضوع ده. فبقول له في ايه؟ ليه انسى موضوع؟ انا قريت في عينيك ان انت مش عايز نعمل قلقاس. قال لي بصراحه مش تعملوا قلقاس. قلت له مش هعمل قلقاس ليه؟ قال لي لا اصل انا والقلقاس ما بنحبش بعض. ما بتحبش بعض انت والقلقاس؟ ازاي ما بتحبش بعض انت والقلقاس؟ يعني ايه يعني ما بتحبش بعض انت والقلقاس؟ امال كنت بتاكل معايا القلقاس ليه ايام الخطوبه وايام اللي في اول الجواز والكلام ده كله؟ قال لي الجمله اللي نزلت عليا طعنتني. قال لي في الخطوبه صراحه كل الناس يعني بتجامل الخطيبه بتاعتها، فانا كنت بجاملك عشان ما تقعديش بقى كده يعني ايه تفتكريني راجل مش من رابطه القلقاس ابدا بقى راجع نفسي ولا حاجه. قال لي فكنت يعني ما باكل معاكي والقاس بقى، وما اروح بقى اقعد استغفر الله العظيم يا رب على هذه الجريمه الشنعاء اللي انا عملتها. تنحت له وفتحت بقي كده ها يا جماعه. قلت له طيب لما كنت حامل في الولع عماد وكنت كل شويه عايزه اكل قلقاس كنت بتاكل معايا قلقاس ليه؟ قال لي صدمني تاني. قال لي علشان الستات في فتره الحمل بيبقى عندها الهرمونات عاليه شويه. اجي بقى اقول لك مش عايز قلقاس تقعدي تعيطي لي تقعدي تقلبي لي وشك تقفلي لي اليوم. طب ليه يعني شويه قلقاس هاكلهم واستغفر الله العظيم يا رب انا ما بحبوش برضك. استغفر الله بعد كل السنين 15 سنه بتاكله عشان تاخدني على قد عقلي؟ ده انت حتى لو بتاخدني على قد عقلي كان زمانك حبيته يا راجل. يعني ايه ما تحبش القلقاس ابو سلق؟ يعني ايه يعني عايش في الدنيا ليه يا اللي ما بتحبش القلقاس بسلق؟ ده انا اصلا يعني انا بدي اعمل قناه وصفحه على الفيسبوك وعلى انستجرام وكل حاجه اسميه مثلا القوسه الفلفوسه. اكيد اي حاجه انا عايزه يا جماعه اثبت للناس ان القلقاس ابو سلق طيب. القلقاس ابو سلق طيب يا جماعه، بتعملوا في كده ليه؟ وتجيلي الطعنه من اقرب الناس يقول لي كنت باكله علشان اريح دماغي من الزن. لا 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 لا، يعني كل السنين دي ما كنتش بتاكل القلقاس لشخصه؟ انت ما كنتش بتحب القلقاس لشخصه عشان هو قلقاس؟ لا كنت بتحبه علشان انا ما اقلبش وشي؟ لا 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 لا. انا بقول لك من هذا الفيديو كل يوم قلقاس، يا تحب القلقاس يا اما بلاس. معلش عشان تمشي على الوزن والقافيه يا جماعه. ومن النهارده انا حره ان شاء الله بقى. لا انت الاغنيه التانيه مش، لا من النهارده مش انا حره، من النهارده كل يوم قلقاس لحد لما تحبوه، لحد لما انتوا بنفسكم انت وعيالك وفين يلا مش سامعني، لحد لما انت وعيالك تيجوا بنفسكم تقولوا لي ما تعملي لنا قلقاس. وانتوا ما بتعمليش قلقاس ليه؟ القلقاس طيب، القلقاس طيب زيه زي مكرونه البشاميل، زيه زي الورق عنب. القلقاس يمكن اطيب كمان. تيجي تقول لي لا مش هاكل قلقاس وبتقولها كده بمنتهى العلن. يا نهار ابيض، يعني انا اقف واتعب واشقى واعمل اكل واتمرمط في الحر واتمرمط في السقعه واتمرمط everywhere كده هو
والزطايم بهدله، وفي الاخر ما اعملش الاكله اللي انا بحبها. ربنا كشفكوا على حقيقتكم، كشفك على حقيقتك. ها كنت بتستناني اروح عند امي اكل القلقاس، وانت كنت بتاكل ايه من تحت لتحت انت؟ ولا كنت بتجي واكل؟ ولا كنت ايه ظروفك؟ ايه ظروفك تقول لي ما باكلش القلقاس؟ يا نهار ابيض. انا دي الطعنه ما تقلش اهميه عن ان احنا لما نمنا وسيبنا الدولار ب 17 صحينا لقيناه ب 24. نفس الطعنه، نفس الطعنه لما بقى قاعده لابسه بيجامه الشتوى الجميله، لكلوك الجميل، سحلبي في ايدي، يقول لك ارتفاع درجه الحراره 10 درجات من بكره. نفس الطعنه، نفس الطعنه. لا اله الا الله. ومن مين؟ من مين؟ حاضر، حاضر يا زمني، حاضر يا زمني.